هو بشكل اساسي انا ما اقدرش افرق بين التفاوض في الحياه والتفاوض في البيزنس، يعني هي نفس التكنيكس اللي بتستخدم هنا. هي الحقيقه غير تفاوض. ما الطفل الصغير بيتفاوض، اللي لسه مولود بيتفاوض معاك وبيتفاوض معاك وبيساومك على لعبه. الجواز ما فيهوش تفاوض، بدايه بقى من احنا بنشتري راجل. بالمناسبه الجواز بيع ولا تفاوض؟ برافو عليك، الاثنين. بتبيع نفسك الاول وبعدين بتبدا تتفاوض بقى على البنود وتظبط وتعمل اجريمنت معاهم. الجواز تفاوض، الطلاق تفاوض، شراء العربيه، شراء الموبايل، بيع عربيه، بيع موبايل، بيع شقه، شراء شقه، كل ده انواع تفاوض. فالتفاوض في الحياه موجود، وموجود كسكيل طبيعيه وفطريه جدا موجود عندنا. بس هي المشكله بقى كلها فين؟ المشكله ان هي علشان تحترفها وتلعبها بشكل محترف يبقى لازم تدرس ادواتها، علشان بدل ما كنت زمان بتقول اوكي وخلاص لكل الناس على اللي هم عايزينه، لا انا عايز اوصل لمنطقه اكسبك واكسب، ما بقاش انا الطرف اللي طول الوقت لوزر او خسران.